السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي راحتي في كوزينتي. رجعت لكم من جديد بوصفة جديدة اللي هي حلوة الغوفريط والتمر بدون فرن العشر دقائق بمقادير متوفرة في كل بيت. هذه الطريقة الأولى. شوفوا حلوة كيفاش جاتني، حلوة خفيفة متواجدة في كل بيت، مقاديرها متواجدة في كل بيت. هذه الطريقة الأولى. وعندي الطريقة الثانية. هذه الطريقة الثانية في التزيين، أنا اختاريت الشوكولا بالحليب أو الشوكولا السوداء. اختاريت تزيين حبيبات الشوكولا. تزيين بسيط اللي عندك زيني به. أنا قطعت لكم، شوفوا كيفاش جاتني الحبة، تجي طرية حلوة الغوفريط والتمر. شوفوا كيفاش جاتني. نعطيكم المقادير وطريقة تحضير الوصفة. تشوفوا معايا المقادير، واحد المقادير سهلة ديريها في عيد الأضحى المبارك. لمالا؟ عندي كمية تاع جوز الهند، عندي كمية تاع الغوفريط هنا بذوق الشوكولا، عندي كمية تاع العسل، عندي كمية تاع حبيبات الشوكولا، وعندي قرصة تاع الملح، وعندي 2 علب ياغورت بذوق الشوكولا. نبدو هنا بطريقة التحضير مباشرة. عندي هنا كمية تاع جوز الهند، هنا جوز الهند ملحي. هنا وصفة سهلة اللي عندك تقدري تخدمي به. تقدري ديري هنا كاوكاو محمص، إفيلي محمص. هنا عندي كمية تاع غوفريط بذوق الشوكولا، أي ذوق اختاروه. عندي قرصة تاع الملح، عندي هنا حبيبات الشوكولا، عندي هنايا 2 علب ياغورت بذوق الشوكولا، أي ذوق تاني تقدروا هنا تختاروه. هنا وصفة سهلة كما قلت لكم، راني نجيب لكم غير الوصفات السهلة ال10 دقائق اللي تقدري تخدميها في الساع. هنا عندي كمية تاع العسل. هنا نخلطوا جميع المقادير مع بعض حتى تنسجم العناصر. نخلطوا مليح. نزيدوا هنا كمية تاع العسل. هنا تقدري تخلطي بالنيسلي، تقدري تخلطي بالمربى، اي حاجه عندك تقدري تعجني بها. انا العسل كان متوفر خدمت به. هنا لازم العجينه تكون طريه، من الافضل تكون طريه باش تساعدني في الخدمه. هذا هو القوام اللي راكم تشوفوا فيه. انا هنا التزيين اختاريت طريقتين. عندي الطريقه الاولى غادي نديرها في الكاكاو، نرمدها في الكاكاو، لكن من الافضل اللي عندك هنا صفايه. هنا كي نرمدوهم في الكاكاو ديريها في الصفايه باش داك الكاكاو ما تبقاش ديك الحلوى رافدت لي الكاكاو بزاف. هنا نزيدو نديرو كويرات ونديرها في العسل ونديرها في الغوفريط. هنا اللي انت ما كانش متوفر عندك الشيكولا، انا درت لك على طريقتين التزيين. ونرمدها في الغوفريط بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. التزيين بسيط متوفر في كل بيت. نزيدوا نعطيكم الطريقة الثانية في التزيين. هنا عندي كمية تاع الحشو اللي كنت خدمته لكم، زدت له كمية تاع العسل وزدت له كمية تاع التمر. تقدري تقسمي المقادير إلى 3 وتزيدينهم كمية تاع الكاوكاو. هنا نزيدوا العسل باش غير العجينة تطرى شوية معانا. نخلطو مليح. هنا هذاك التمر غادي يخلي داك الغوفريط طري، يجينا معلك من الداخل. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا عجينه طريه. هنايا من الافضل نديروها كويرات ونديروها في المجمد باش انا تساعدني كي ندير لها الشيكولا. هنا دوبت الشيكولا، تقدري بالحليب او السوداء كما حبيتي. ندخلها في الشيكولا ونديرها في الورقه الطهي باش تساعدني من الافضل، خاطش لا درتها في الصيني ممكن انها تلصق. هنا عندي كرز مصبر للتزيين، نزيدو حبة زاوجة ونزيد لها هنايا حبيبات الشوكولا للتزيين. هنا وصفة سهلة على العموم، ديريها لولادك في عيد الأضحى المبارك. حنا في عيد الأضحى المبارك ما نبالغوش في الحلويات، خاطش عيد الأضحى المبارك غير اللحم، زعما ماش للحلويات. حنا نديرو الحلويات غير
هاكا نفرحوا ولادنا. ان شاء الله تكون عجباتك، والى اللقاء مع وصفة جديدة. سلام.